السلام عليكم. أنا ليه بقولك لما تشوف لمبة البطارية الحمراء منورة في التابلو اقف بالعربية وما تتحركش، ويا تشدها لو كانت مانوال يا إما تشيلها على ونش لو كانت أوتوماتيك. علشان نفهم مع بعض ليه بقولك كده خلينا أسألك كام سؤال. الموبينة اللي بتطلع الشرارة عشان تحرق البنزين عشان تحرك العربية بتجيب الكهرباء منين؟ طيب الرشاش اللي بيفتح ويقفل عشان يدخل البنزين وتمشي العربية ويحصل الاحتراق والكلام ده بيجيب كهرباء منين؟ طيب المروحة اللي بتبرد المية في الرادياتير بتجيب كهرباء منين؟ حاول تجاوب معايا على الأسئلة ديت وهتفهم الموضوع واحدة واحدة. طبعا كل الكهرباء ديت بتيجي من البطارية، بس البطارية شحنها مؤقت، يعني كمية الشحنة اللي فيها لو اشتغلت عليها بس فترة وهتفضى بسرعة. طيب المشكلة دي بتتحل ازاي؟ بتتحل بالدينامو. الدينامو بيبقى راكب على الموتور، بياخد حركة من الموتور طول ما هو بيلف بيشحن البطارية. المنظومة دي كلها لو فيها أي مشكلة تنور لك لمبة التابلو الحمراء. الدينامو عشان يتحرك بيحتاج سير، لو السير اتقطع تنور لك اللمبة الحمراء. لو الدينامو باظ أو ما بيشحنش تنور لك اللمبة الحمراء. لو في مشكلة في منظم الشحن اللي بينظم شحن الدينامو للبطارية واللي بيتسمى كتاوة الشحن تنور لك برضو اللمبة الحمراء. تمام؟ تمام. فلو رجعت بقى للأسئلة اللي سألتها لك في أول الفيديو ومن أهمهم الموبينة والبوجيهات والمروحة، لو حصلت أي مشكلة في المنظومة ديت وادتك اللمبة الحمراء وانت أهملت ومشيت، معنى كده إيه اللي بيحصل؟ ممكن يكون سير الدينامو مثلا اتقطع، ممكن يكون الدينامو نفسه فيه مشكلة، تمام؟ ما بيشحنش البطارية. هتفضل ماشي على البطارية لغاية ما تخلص خالص. لما تخلص ايه اللي هيحصل؟ مفيش كهرباء هتروح للمباين، مفيش كهرباء هتروح للرشاشات، واخطر حاجة بقى مفيش كهرباء هتروح للمروحة. ما هو طالما البطارية فضيت يبقى مفيش كهرباء في العربية، فالمروحة مش هتشتغل. لو المروحة ما اشتغلتش طبعا درجة حرارة المية هتعلى، لأن المروحة هي اللي بتبرد المية وبتخفض درجة حرارة العربية. وهنا بقى بيكون الخطر. ممكن تحصل مشاكل جامدة للموتور بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبيكون السبب إن البطارية شحنها نفد. وفي ناس كتير شافت اللمبة الحمراء المنورة وأهملت ومشيت لغاية ما البطارية نامت خالص، ما دورتش المراوح، لقت المية بتغلي. فعلى إيه؟ فأول ما تشوف لمبة البطارية الحمراء منورة اقف مكانك، يا تنزل تشوف السبب لو بتعرف تحله، يا اما تشوف ونش يشيلك العربية يوديها اي مركز، يا اما تروح العربية البيت بالونش لغاية ما تشوف الصبح هتعمل ايه. وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.